مساء الخير. النهارده معانا ضيفة عزيزة جدا على قلوبنا كلنا، هي بتطلع علينا كل يوم الصبح بتدينا باور وانرجي. ابتسامتها لوحدها فيها حياة وفيها نور وفيها بهجة. معانا النهارده رانيا وصفي. ازيك يا رانيا؟ ازيك يا محمد؟ عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. انا ممتن جدا ان انتي لبيتي الدعوة وجيتي، ربنا يخليك، والله انا مبسوطه وبشكرك قوي من اني جيت. كل قلبي. والمشوار كان انا عارف ان هو مرهق. لا انا والله انا انا ساكنه جنبك هنا بشكرك على فكره. جدا. لا لا ما تقلقش. منوراني. ربنا يخليك. النهارده احنا اخدين نية ان انتي تطلعي من معانا مبسوطة. لا انا مبسوطه انا قاعده معاك والله. ثانك يو. اول سؤال هساله لك، لو حد قابلك بعيد عن السوشيال ميديا تحبي يشوفك ازاي؟ بص يشوفني زي ما انا بعتبر نفسي انسانه طبيعيه جدا، بس عندي ظروف انا ما بحبش الناس تشوف الظروف دي. انا بخرج وبتفسح مع اهلي وعندي اصحابي. طبعا ظروفي دي طبعا عملت لي شويه حاجات في حياتي، بس انا بحاول ان انا اعدي العقبات دي. حلو قوي. طيب امتى اول مره حسيتي ان انت مختلفه، وازاي علاقتك بنفسك اتغيرت مع الوقت؟ هقول لك على حاجه، هجاوب في اول جزء من السؤال. لما كنت صغيره وبنروح النادي وكده، طبعا كنت حسيت ان انا مختلفه بقى، الاطفال كلها بتلعب وكده وانا الوحيده اللي مش عارفه اعمل زيهم. كنت بفضل قاعده اخري كنت بقعد على الترابيزه اللي في النادي. بعد كده بقى بدات واحده واحده اهلي مثلا يجيبوا لي لعب العب بيها، عشان ايه؟ يعوضوني على اللي انا مش بعرف في اعمله زيهم. اختلاف اه. وايه بقيت السؤال ايه؟ وازاي علاقتك بنفسك اتغيرت ازاي مع الوقت؟ يعني بدأتي تفهمي نفسك ازاي انت خالقه مع نفسك جو؟ يعني احنا لما بنشوفك كل يوم الصبح انت كل حاجه عامله حواليها جو. يعني المفرش اللي انت بتقعدي عليه، الادوات اللي انت بتمسكيها، كل حاجه حواليك انت بتتعاملي معاها. الجو العام ده انت خلقتيه ازاي؟ بس اول حاجه ان انا راضيه من الاول بظروفي كويس جدا، عارفه ان ده قدر من عند ربنا. واحده واحده بدات اول حاجه ان انا اروح لدكتور نفسي. رحت لدكتور نفسي من 2013، ده ساعدني كتير جدا. رحت لدكتور واتنين ودلوقتي بروح للثيرابيست. فده حسن جدا علاقتي مع نفسي، خلاني فاهمه اكتر انا ايه اللي بيضايقني، ايه اللي ينفع اعمله، ايه اللي ما ينفعش اعمله، ازاي اتعامل مع الناس. لو حد شافني او عاملني بطريقه مش حلوه، ازاي اقدر رد فعلي ما يبقاش عنيف، لان انا رد فعلي بيبقى عنيف قوي في اي حاجه في الحياه. اوكي. طب هجوميه. انا هجوميه هجوميه. بس حلو قوي. يعني انت تنصحي لو حد عنده نفس الظروف المختلفه ان هو يلجأ للثيرابيست، مفيش اي مشكله خالص؟ والله شايفه ان اي حد المفروض اليومين دول ان هو يروح للثيرابيست. عنده ظروف بقى ما عندوش ظروف ده حقيقي. يروح للثيرابيست، لان ضغوط الحياه دلوقتي بقت صعبه جدا. آه. وكل واحد محمل في كل حاجه، وما بقاش في حد عنده الطاقه ان هو يسمع لحد قوي. ده يعني انت لما تقعد حقيقي. مع اصحابك مش قادر تسمع مشاكلهم، مظبوط. فانت لما تروح للثيرابيست ده هيكون انت شغله، فتمام هيسمعك وهيديك النصيحه الكويسه. طب الحمد لله. هل في لحظه معينه فهمتي ان التجربه اللي انت عشتيها دي مش عبء ودي كانت رساله؟ اه، من اول ما ظهرت على السوشيال ميديا بدات بقى اكتشفت ان في ناس كتير قوي زيي عندها او اي. انا عندي او اي، انت عارفه، عن اوستوجينيس امبرفكتا، ضعف في هرمون النمو، والعظم ضعيف جدا. العظم الزجاجي. العظم الزجاجي، ده بسبب العظم نقص زي الكريستال. الكولاجين. ده بسبب نقص الكولاجين. بص انا مش عارفه بصراحه، مش حاجتي قوي. اوكي. المهم يعني ايه، لما طلعت على السوشيال ميديا والتلفزيون لقيت مسجز كتير جدا، ايه ده انا ابني عنده زيك، بنتي عندها زيك، طب انتي بتعملي ايه؟ فزي ما تقول انا اتوترت وارتحت. يعني ايه ده انتوا كلكم كده وتحملوني مسؤوليه انا مش قدها. انا كنت قاعده في بيتنا عاديه جدا بتفرج على التلفزيون، ومره واحده لقيت ناس كتير طب انتي بتعملي ازاي. وفي ناس بعتت لي قالت لي احنا ما بنحبش ان احنا نظهر، اهلنا بيرفضوا ان هم يخرجونا. فبقيت شايفه حاجات عكس بعض. بس في نفس الوقت برضو انا حسيت ان في كذا حد انا شجعته بقوا بيعملوا زيي، جابوا ويل تشير وبقوا بيخرجوا وبيظهروا، فكل الحاجات دي فرقت جامد. حلو قوي. الحمد اديتيهم لله. امل. ايه، اديتيهم امل. الحمد يا رب يعني. الحمد لله. ايه اصعب درس اتعلمتيه، وايه اجمل هديه خدتيها في رحلتك؟ بص، اصعب درس والله حاسه ان احنا كل يوم بنتعلم دروس. مش حقيقي الا واحد وهو صغير بقى فاكر ان الحياه سهله قوي وان هو بكره احلى وكده، بس كل ما بتكبر في السن شويه يعني بتكتشف لا، ان الصعوبه بتيجي مع تقدم العمر.
تمام. لا احنا لسه صغيرين. لا صغيرين جدا، ارجوكي. احنا في اول العشرينات. في سؤال تاني انت قلت ايه اجمل هديه خدتيها في رحلتك؟ بجد والله العظيم مش حاجه كلاشيه، بس حب الناس. طبعا. يعني انا فعلا الاول كنت قبل السوشيال ميديا كنت ساعات كتير انزل والناس تتفرج عليا او تبص او مش عارفه ايه. لا دلوقتي مثلا ما ادخل مكان ايه ده احنا بنحبك ويتصوروا معايا، ففعلا والله دي اجمل حاجه خدتها. الحمد لله، دي فضل ونعمه من ربنا والله سبحانه العظيم وتعالى. الحمد لله. ايه اكتر لحظه حسيتي ان روحك اكبر من الحدود اللي انت جواها اللي حواليكي؟ بس هو السؤال ده انا مش فاهماه قوي. اصل هقول لك حاجه، انت انسانه غير محدوده. الله يخليك. يعني انت اتحطيتي في حدود جسمك بسبب الخلقه وبسبب الظروف ان انت مختلفه، لكن انت خرجتي بره كل ده في نطاق واسع جدا وكبير جدا. لان انا حاسه ان انا عندي طاقه وعندي حاجات عايزه اعملها، ولغايه دلوقتي برضه نفسي مقيده، يعني زي ما بتقول ما حدش اداني الفرصه اللي انا عايزاها. فاهم قصدي؟ عملتيها كلها ولا لسه في حاجه لا. نفسك تعمليها؟ ما لو جات لي الفرصه هعملها. ايه اكتر حاجه نفسك تعمليها؟ نفسي يبقى عندي برنامج جديد بتاع الاكل يعني في التلفزيون. آه. وكان نفسي امثل، بس اختي قالت لي ان انا مش موهوبه، بس انا متاكده ان انا موهوبه. لا انت طبعا موهوبه. ان شاء الله عندي، يعني ان شاء الله عندي بعرف امثل، بس هي بتقولي ان انا ما بعرفش، بس انا واثقه اني بعرف. لا اكيد ان شاء الله تعملي حاجه إن شاء الله. حلوه. هل في وقت حسيتي ان ربنا كان قريب منك جدا؟ من يوم ما اتولدت بصراحه. انا يوم ما اتولدت الدكاتره قالوا لبوبي بنتك مش هتعيش للصبح. فدي اول حاجه، ان انا يوم ما اتولدت يعني ربنا عداها الحمد لله. عملت عمليات كتيره جدا. سبحان الله. يعني بقع ساعات كتير بعد الشر، يعني بقع، وكل وقعه دي بتبقى فيها خطر جامد قوي عليا، والحمد لله كل مره كنت بقوم منها يعني. بالرغم خطوره الوقعات بتاعتك او الحركه، بس انت ما شاء الله ما شاء الله تاتشود، يعني انت متحديه ده. لان ما قداميش حل تاني، يا اما افضل قاعده في البيت وخايفه، يا اما لا اخرج وخلاص. في الاول وفي الاخر فكرت فيها مره، في الاول وفي الاخر اي حاجه قضاء وقدر. يعني انا كذا مره اتكسرت وانا قاعده في البيت. مره كنت بلعب مع اختي وكنا بنتخانق ايدي اتكسرت. مره كنت عند عمتي بنت عمتي قعدت عليا ايدي اتكسرت. هو الموضوع مبقاش له علاقه بالخروج قوي، هو قدر مكتوب لي هيحصل ده في الوقت ده. لو في حاجه دلوقتي روشته للخوف، اي حد خايف، لان انت شخص تحدى الخوف في الاول وفي الاخر، الروشته دي تقولي له ايه كده في جمله قصيره؟ مفيش حاجه في ايدينا، ومهما عملنا احتياطاتنا او خدنا حذرنا، هو اللي ربنا عايزه هيكون. بس كده والله العظيم. الحمد لله. ده ده ايمان. الحمد لله ايمان. ايمان. إيمان. امتى حسيتي ان انت عندك يقين بنفسك؟ بص، هو انا طول عمري عارفه اني هبقى مشهوره. انا برضه مش مشهوره للدرجه، بس انا طول عمري انت حلم كل ده حياتي. مش مشهوره للدرجه، انت مشهوره جدا. ربنا يخليك يا رب. بس انا طول عمري حلم حياتي اني ابقى مشهوره واطلع في التلفزيون، والحمد لله طلعت في التلفزيون. طلعت كتير في التلفزيون. كذا مره. فده كان حاجه كبيره قوي عندي. الحمد لله. السوشيال ميديا حققت لك ده. والله السوشيال ميديا بالنسبه لي انا بحبها قوي. هي مش هقول لك ان هي كلها ايجابيات، لا فيها سلبيات وفيها سلبيات كتيره كمان. بس طبعا هي زي ما بتقول هي كانت الباب اللي فتحني على الناس. اوكي. فانا بحبها بصراحه. الحمد لله. طيب دور ماما في حياتك كان ايه وكان عامل ازاي؟ والحمد لله ربنا يخلي لي مامي. دور مامي لغايه دلوقتي هي اللي مختاره اللبس وهي اللي مظبطاني شعري وكده. لا دور مامي في حياتي اساسي. هي لغايه دلوقتي بتضحي باي حاجه عشاني، تعمل كل حاجه عشان انا ابقى مرتاحه، بغض النظر ان احنا بنتخانق كتير جدا مش عارفه ليه. بس بجد لا، هي انا عارفه ان انا الاساس في حياتها، انا واختي طبعا. بس انا زي ما بتقول هي ايه، لا انا بالنسبه لها هي بتقولي انت البيبي بتاعي. قلت يا مامي انا كبرت. قالت لي لا انت البيبي بتاعي. في موقف في الحياه حسيتي ان ماما سند حقيقي ليكي؟ موقف فاكراه بشكل موقف معين حسيتي؟ لا بص، ما اقدرش اقول لك موقف معين، لان والله العظيم هو كل يوم كل ما بصحى لغايه ما انام يعني. هي مامي ساعات بتخرج كده، بس احنا متعودين احنا نبقى قريبين من مامي، فلما تبقى مامي في البيت خلاص احنا كده مرتاحين نفسيا. ربنا يخليها. تقولي لها ايه؟ مامي انا بحبك قوي. كلاشيه قوي. لا مش كلاشيه، طالعه من قلبك. مش كده، هحاول. مامي انا بحبك قوي، ما تزعليش ان احنا بنتخانق كتير مع بعض، وهي الملح والفلفل بتاع الحياه بقى. اوكي. علاقتك ببوبي كان شكلها ايه؟
اوكي انت عايز بقى ندخل في الحته دي. طيب بص، بابي الله يرحمه كان جميل جدا، كان على قد ما يقدر برضه يعمل لي كل حاجه تبقى مناسبه ليا عشان ابقى مبسوطه وابقى مرتاحه، دي اهم حاجه عنده. انا كنت يعني زمان كنا اصحاب اكتر، يمكن لما كبر هو بقى عصبي وانا بتوتر، يعني انا بقيت ابعد عشان ايه ما يزعقليش، انا ما بحبش الزعيق، فانا بقيت ابعد عشان ما يزعقليش. بس لما تعب لا طبعا قربت اكتر. حسيتي روحك فيها ايه منه؟ انا فيا طباع كتير من بوبي. بيحب بجد؟ الالتزام بالمواعيد، حازمه. بوبي حازم برضو كده. اوكي. ايه تاني؟ بس بقى خلاص كفايه. في لحظة معينة في حياتك حسيتي فعلا ان بوبي جوه قلبك قوي؟ لما تكون حد بتحبه قوي بتشوفه هو تعبان، يعني انت نفسك تحس انت بتحس انك اتكسرت، يا ريتني فوت ايام حلوه مش عارف كده يعني. انا مريت بنفس الظروف، بس انا حسيت احيانا ان هو اروح حواليا وفرحان بالحاجات اللي انا بعملها، فانا عايز الطاقة دي تبقى موجودة جواكي. بص يعني انا مامتي دايما بتعيط كتير قوي عشان بوبي، واختي انا ما بعرفش اعيط اوكي. طبعا في الاول، بس انا ما بعرفش اعيط. عشان هو روحه موجودة حواليكي وفرحانة بيكي جدا. اتمنى، حقيقي. والله اتمنى. اوكي. امتى قررت انك تطلعي للناس وتتكلمي، مش بس عن حياتك لكن عن المعنى اللي انت جواكي؟ بص هو من اول ما ظهرت على السوشيال ميديا هو الموضوع بدا واحده واحده. لما نزلت بوست في بيج معينه بتاعت البنات، وبعدين رحت في البرامج، فلقيت لا تمام الناس متجاوبه معايا. في الاول عملت فيديوز بتكلم على شويه على الطاقه الايجابيه، بس انا برضو مش دارسه فما كنتش عارفه اغوط قوي في الموضوع ده، فكنت بقول الكلام اللي انا اقدر عليه تمام. بس بعدين بقى بعد الكورونا قلبت على الطاقه. الكورونا غيرت فينا حاجات كتير كلنا، وتعلمنا حاجات جديدة. دي بسبب ايه يعني؟ انت شايفة ده ازاي؟ شايفه ان الكورونا كانت موضه. كانت كده ايه يعني، رزق ناس معينه، لان هي دلوقتي موجوده، احنا مش هنضحك على بعض. طبعا. هي موجوده دلوقتي، الفيروس دلوقتي منتشر جدا. الكورونا اول مره في حياتي كنت قاعد 4 شهور في البيت ايام الكورونا، هي دي بقى اللي خلتني ادخل المطبخ. كنت زهقانه ياه. جدا، فمامي ما كانتش عايزاني اخرج، فعشان تثبتني في البيت اول حاجه عملتها كانت كحك. كنا في يعني انت اول طلع عليكي كانت كحك؟ اه انت كلمت جامدة شيف بقى. انا عارفاها، حاولت يعني اكيد ان شاء الله هدوق اكلي. ان شاء الله. فاول حاجه كانت كحك، فلما لقيته تمام يعني انا فاستغربت. حابب اقول ملحوظة عن الفيديوهات بتاعتك بتاعت الطبخ. انا بحس وانا بتفرج على الفيديوهات بتاعتك ان انا شامم الريحة، حاسس بالفليفرز، بحس ان انا عايز ادخل جوه الشاشة. بصي ان انا بجد ببقى حابه اللي انا بعمله، يعني ما اقدرش ادخل مره دخلت طبخت كنت متضايقه، لا الاكل فعلا طلع وحش، انا ما كنتش بصدق اوكي. فعلا طلع وحش. يعني نقول الخلطة السرية بتاعت رانيا في الطبخ بتاعها هو الحب. لازم ابقى داخله ابقى بعمل حاجه انا بحبها، حتى لو عملتها كتير. يعني الفتره دي بنزل حاجات عملتها قبل كده بس انا حباها. اوكي، بتكرريها تاني؟ بكررها تاني. بس انا حباها، ما اقدرش اعمل حاجه انا مش حباها. مثلا ساعات يقولوا لي انا ما بحبش الخضار، مثلا يقولوا طب اعملي خضار انا ما بحبوش. هعمله اكتر اكلة ازاي؟ بتحبيها ايه؟ بص انا بحب قوي فرايد تشيكن، بس يعني كلنا ما ينفعش بقى كوليسترول وسخن وكده، فبحاول اقلل بس مش قوي يعني. بيتزا. بس البيتزا دي حسب المود بقى، البيتزا عايزه تاخد تقريبا من 11 الصبح ل 5 بعد الظهر. انا بحب اسيبها تخمر. اوكي، مش بتعملي الحاجات السريعه اللي بتخلص البيتزا او في وصفات بيطلعوها بتدي انت الحاجه حقها؟ ما بقتنعش انا بالحاجات دي خالص بقى. هل السوشيال ميديا كانت مساحه نور بالنسبه لك ولا اختيار ولا الاتنين مع بعض؟ الاتنين. مساحه نور طبعا، ان انا زي ما قلت لك ان انا ظهرت، ودي حاجه بالنسبه لي كان نفسي فيها ان انا ابقى الناس تعرفني. اختيار ان انا اكمل. اوكي، الحمد لله انت مكمله لحد النهارده بمنتهى القوه. ايه تعريفك الحقيقي للقوه؟ وهل القوه دي مقاومه ولا سلام داخلي؟ مقاومه. اوكي. لان عشان تبقى قوي لازم تقاوم في حاجات كتيره جدا. يعني دايما بقول للناس بتشوف اللي قدام الكاميرا، محدش عارف الكواليس فيها ايه.
فانك لازم تقاوم اي حاجه في الحياه عشان تقدر تكمل. يعني انت ممكن تكون جاي النهارده مثلا وعندك مشاكل في الحياه، بس انت لازم عشان التزمت. انا النهارده كنت مكسله اجي جدا بجد؟ والله، بس مش حاسه ان اديت للراجل كلمه فقمت ولبست وعملت الميك اب، بنت اختي عملت لي الميك اب. فهي مقاومه، شايفه ان هي مقاومه. ثانك يو. طب تقولي ايه الجو العيله الجميل اللي انت فيه ما شاء الله تبارك الله يعني؟ ربنا يخليك يا رب. انا لان عايشه مع لان مامتي. اليومين دول بيحاولوا ان هم في السوشيال ميديا او في المسلسلات يفكفكوا الجو ده، لكن الجو ده احنا كنا طول عمرنا عايشين فيه. بص، هو مثلا لسه كنت قاريه اصلي الموضوع ده النهارده بالصدفه كده. احنا مثلا عندنا بابي كان لازم نتغدى مع بعض. مم. دلوقتي اكتشفت ان اغلبيه الاسر لا، موضوع الغدا ما بقاش موجود مع بعض. ده حقيقي بسبب المواعيد. بالظبط كده. لا، مم. بابي كان بيصمم ان احنا لازم نتغدى مع بعض. حتى لما اختي اتجوزت سكنت قدامنا، نستناها هي وولادها بس نتغدى مع بعض. دي اهم حاجه. وبعدين انا برضو عشان ظروفي، فاختي قريبه مني، فبناتها بقوا قريبين مني، فهي الظروف نفسها خلتنا قريبين من بعض، بغض النظر برضه عن الخناقات اللي بتحصل وكده. ده الملح والفلفل بتوع الحياه. ده شطه مش ملح وفلفل. ايه اكتر ممارسه او لحظه بتوصلك للطمانينه اللي جواكي؟ بتدعي، بتعملي تامل، بتقعدي في صمت، بتعملي امتنان؟ بدعي. دعاء. لا، قعدت في صمت لا، احس ان انا لا انا يا ربنا بقى، ربنا هو اللي قادر يعني خرجني من حاجات كتير، فاكيد مثلا هيخرجني من المشكله دي. بتدعي ربنا ولا بتقعدي تتكلمي معاه؟ لا، بدعي. بدعاء. عندك دعاء معين بتحبيه؟ نغشه بقى. لا، انا مش بالادعيه دي، لا انا كده اللي انا عايزاه اقوله لربنا. ما ده كلام. ده مش دعاء تقليدي. انت بتفتحي قبل ما اقعد معاك دلوقتي قعدت اقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله. هل في وقت مع بابا علمك درس عن الامان وغير نظرتك للحياه؟ الامان؟ هو بابي كان هو الامان، يعني هو بابي كان هو نفسه الامان. ان كان مثلا واحد كان بينام بالليل هو مطمن، ما بيفكرش بقى الباب مقفول الباب مش مقفول، لا بس طبعا دلوقتي افتقدنا كلنا الامان. انا ما كنتش بفهم كده لما حد بيقول ان بابا توفى هو مفتقد الامان، لا فعلا انا عرفت يعني ايه الواحد مفتقد الامان، ولازم الواحد هو يعني في حاجات مثلا بابي كان بيعملها لازم انا اللي انزل اعملها، اجراءات وورق وحاجات كده. عمري ما كنت بعمل الحاجات دي. كان هو شايل عنك الهيدك ده بتاع طبعا. اوكي. ايه اكتر حاجه بتخوفك؟ بص، هي حرام بس يعني هقولها، انا بخاف من بكره دايما، مع ان بكره ده بتاع ربنا وفي علم الغيب ومحدش عارف ايه اللي هيحصل، بس انا دايما بخاف من بكره. وايه اللي بيطمن قلبك بسرعه؟ زي ما قلت لك في الاول بقى، انا عديت من حاجات كتير فقلت خلاص ربنا واقف جنبي من يوم ما اتولدت، فان شاء الله ما تقلقيش. اوكي. امتى قلتي انا تعبت وبعدين رجعتي ووقفتي بشكل مختلف؟ بص، هو انا مش اقول انا تعبت كتير، بقولها كتير دي بيني وما بين نفسي. ممكن لما مره ابقى زهقانه، لا انا تعبت انا مش عارفه ايه مش قادره، بس بعدين سوري، ولا يهمك. بعدين ربنا سبحانه وتعالى يجيب لي اي حاجه كده تطمني وتقولي لا لسه في امل كملي مش عارفه ايه كده. لو بابا بيسمعك النهارده نفسك يسمع كلمه منك شكلها عامل ازاي وشكلها ايه؟ وحشتني يا بابا. لو بنت صغيره في نفس الظروف اللي انت فيها دلوقتي تحبي تقولي لها ايه من قلبك؟ اقول لها انت ربنا بيحبك، ربنا اداكي هديه حافظي عليها، اوعي تستسلمي اوعي تستسلمي، انت ممكن تبقي قدوه في يوم من الايام لناس كتيره جدا. ربنا بعتك عشان انت تجيبي مسج لناس ممكن يكونوا هما ما عندهمش امل، بس لما يشوفوكي يبقى عندهم امل. اوكي. ايه السؤال اللي نفسك الناس تساله لك ومحدش بيساله؟ بص، انا سالت كل الاسئله اللي في الدنيا، ساعات بيجي لي بجد برايفت مسج ومش هقول لك اكيد الاسئله ايه هي بس اسئله عمري ما كنت اتخيل ان حد ممكن يسالها لي. طب يغششينا واحد بس. والله كلها الرقابه تمنعها فانت عارف والله بجد في اسئله كنت بشوفها بقى انتوا ازاي كده اصلا. اوكي. بعد كل اللي عشتيه ايه الحقيقه الروحيه اللي عرفتيها عن الحياه؟ بغض النظر مش كل اللي عشتيه، يعني لسه صغيره ولسه عايش اصبر. طبعا دي صغنونه قوي. ايوه ايه احنا كل مش اللي عشتيه احنا يا اصبر دوب لسه. يا دوب احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم 22 سنه كده. ايوه 22 شاطر.
ايه بقى اللي اتعلمته على ايه؟ اتعلمتيه في حياتك الروحيه. انا اقصد هنا بحياتك الروحيه اللي هي علاقتك برب العالمين. ان انا ابقى عندي ثقه تامه في ربنا. عارف هو لما بيقولك سيب نفسك وربنا هيوديك، يعني في كذا موقف في حياتنا حصل، خلاص انا هسيب نفسي وعارفه ان ربنا هيوصلني لبر الامان، زي اللي هو عايم، زي العايم ومش عارف هيروح فين. تمام. مثلا راكب عوامه، هو واثق في العوامه دي هتوصلك، يعني سيب نفسك وربنا باذن الله هيوصلك حته حلوه. ان شاء الله. طب علاقتك بربنا لما اتطورت بالشكل ده، حسيت ان الامان والقوه اللي بابي كان بيديها لك ربنا عوضك بيها؟ اه طبعا، اه طبعا. بس هي دي حاجه ودي حاجه، انا طول عمري يعني الحمد لله عارفه ربنا وقريبه من ربنا. برضه مش عايزه اقول كلام ما ينفعش يتقال، بس مفيش حاجه ما تنفعش لا تتقال. اصل قصدي بابي حاجه، يعني علاقتي ببابي حاجه، ربنا سبحانه، ده ربنا سبحانه وتعالى، فاهم قصدي؟ هو يعني اقرب اليكي من حبل الوريد. ايه هو اقرب اليكي من حبل الوريد. بالظبط كده. لا بابي حاجه وربنا حاجه، مش عارفه انا قصدي ربنا بابي ربنا افتكره او اخذ الهديه بتاعته. عشان انت مركز قوي على حته البابي دي يعني. ده انا الحمد لله مش من النوع اللي هو بيعيط على طول. انا مش قصدي ان انت لا لا تعيطي. قول ها. انا قصدي علشان لو حد بيسمعنا وعنده الم الفقد، يعالجه ازاي؟ اقول لك على حاجه، هو ما بيتعالجش، اوكي. بس عشان ابقى ايه صريحه معاك، ما بيتعالجش. تمام. في اي موقف في حياتك، في اي مناسبه، في اي حاجه بتبقى مش عارف تعمل ايه، بشوف بابي. مش بعرف اعيط بس بشوفه. لو ربنا لا سألك في لحظة صفا ايه اللي نفسك تقولي عليه الحمد لله بجد؟ لا والله العظيم على كل حاجه الحمد لله، حياة ربنا مفيش اي حاجه. الحمد لله، الحمد لله على الابتلاء ربنا اداهولي، الحمد لله ان انا قده، ويا رب افضل قده. ساعات بحس ان انا لا انا مش قده، ما انا برضو مش ملاك يعني، بس انا عشان قدام التصوير وكده طالعه كويسه. يعني ساعات برضو بفقد اعصابي وببقى، فساعتها بستغفر ربنا بقول يا رب سامحني انا مش قصدي والله. ما انت انسان بالظبط. بيغلط وبيتعلم وبيتعصب وبيهدى وبيطمن. بالظبط. لما تلاقي قدامك في حد في حالة عصبية شديدة مثلا، بتطمنيه ازاي؟ لو متعصب قوي ابعد عنه. لو متعصب قوي ابعد عنه. لو تمام يعني هعرف اتكلم، لا يعني اشوف المشكله فين ونحاول نحلها مع بعض واحده واحده. اوكي يعني بس خلي بالك لما حد يبقى متعصب قوي ما تقربش منه بجد والله مش بهزر. طبعا سيبه يثور، يخلص اللي عنده كله يخلص بقى. يفضي. بالظبط. وبعدين بقى واحده واحده كده. تعالى لي بقى كده نقعد نتكلم بالظبط. شوية شوية مع بعض. صح كده. انت عارفة ان احنا خلصنا؟ بجد ايه رأيك؟ انا ممتن لوجودك ولا النهارده. كمان والله. وانت بالنسبه لنا كلنا انت مسج للاستمراريه وللشجاعه وللقوه وللامل شكرا. والحب الحياه. ربنا انا يخليك. هسيبك انت بقى تقولي للناس اللي بيحبوك كلهم كلمه في الاخر. انا النهارده كنت مبسوطه قوي مع محمد، ويا رب يعجبكم اللقاء ده، وقولوا لنا بقى في الكومنتات ايه رايكم. باي. باي. ثانك يو.